السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة ثقافة كروية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو سيكون تحليلي لمباراة المغرب ضد بلجيكا برسم منافسات كأس عالم قطر 2022 عن الجولة الثانية. المباراة انتهت بفوز المنتخب المغربي كما تعلمون بهدفين لصفر من تسجيل كل من الصابري وأبو خلال. هذا الفوز يأتي بعد 24 سنة عن آخر فوز حققه المنتخب المغربي سنة 98 أمام المنتخب الاسكتلندي، ويرد هذا الفوز كردين للمنتخب بلجيكا الذي فاز على المنتخب المغربي سنة 94 مونديال أمريكا. للإشارة فمونديال أمريكا شهد آخر خسارة لمنتخب بلجيكا في الأدوار الأولى. يعني مدة طويلة لم يخسر المنتخب البلجيكي في الدور الأول، ويأتي المنتخب المغربي ويهزمه في هذه المباراة. المباراة كانت كبيرة تكتيكية على مستوى عالي. نجمها الأبرز كان وليد الركراكي المدرب الذي درس المنتخب البلجيكي بشكل جيد وعرف نقاط قوته وضعفه، أغلق المنافذ وجهز خطة كانت محكمة، حيث عمل على إغلاق جميع المنافذ. عرف أن المنتخب البلجيكي يحتوي على لاعبين جيدين وأروقة على اليمين على اليسار، يلعبون بشكل سريع وعرضياتهم دقيقة جدا. عمل على إغلاق وسط الميدان من خلال إعطاء تعليمات صارمة للاعبي الوسط، حيث كانت شكل وقوف المنتخب الوطني كما العادة 4-1-4-1. الدفاع رباعي، أمامهم أمرابط وأمام أمرابط جدار من 4 لاعبين، وأمامهم النصيري الذي كان حائط الصد الأول ويقوم بالضغط على دفاع المنتخب البلجيكي الذي كان يجد صعوبة في إخراج الكرة، حيث نعلم أن المنتخب البلجيكي لديه خبرة في إخراج الكرة رغم أن دفاعهم متقدم من ناحية السن، لكنهم يجدون إخراج الكرة بشكل جيد. لكن النصيري قام بعمل كبير ومجهود كبير، راح عمل على إغلاق المنفذ الأول، والمنفذ الثاني كان يتكفل به اللاعبون الأربعة. ومن بعد يأتي دور أمرابط في التغطية. كما قلنا في بداية المباراة كان نوعا ما كان هناك سوء تركيز للاعبين المنتخب، قاموا بتمريرات خاطئة كثيرة، لم يقوا على البناء، فشلوا في بناء الهجمة، حيث عملوا على الكرات الطويلة، لم يستطيعوا إخراج الكرة بشكل سلس، خصوصا وسط الميدان خسر كرات كثيرة. وناحي واللاعب أملاح خسروا كرات كثيرة، جميع الكرات الثانية لم يفوزوا بها، يعني تفوق عليهم وسط الميدان البلجيكي. لكن في الشوط الثاني المنتخب الوطني عرف أن قوتنا تكمن في الكرات الطويلة نحو اللاعبين الفارغين، حيث عمل على التسلل من ناحية اليمين ومن ناحية اليسار، وتقديم كرات عرضية طويلة في ناحية اللاعبين لكسب المسافة، وعدم الاعتماد على البناء، حيث البناء لم يكن مجدي أمام منتخب بلجيكي متمرس ويحتوي على لاعبين جيدين في وسط الميدان. هذه العرضيات كانت فعالة، حيث كنا ننقل الكرة نحو معترك المنتخب البلجيكي. في إحدى الكرات أسفر عن خطأ اصطاده اللاعب يحيى عطية الله، قام الصابري بإرسال ضربة خطأ جميلة نحو شباك كورتوا. الكرة ارتطمت بالأرض ودخلت الشباك، نفس شكل الهدف المرفوض في الشوط الأول الذي سدده زياش. يعني هذا يبين أن هناك عمل مدروس يقوم به المدرب وليد الركراكي. هناك تمارين مكثفة حول تنفيذ ضربات الأخطاء بهذا الشكل، حيث سبق أن لاحظنا نفس هذا الشكل من ضربات الأخطاء، خصوصا مباراة تشيلي أمام تشيلي في مباراة ودية كانت بإسبانيا، حيث كانت هناك تسديدة للاعب أشرف حكيمي، و أشرف داري حولها بالرأس لكنه كان متسلل. يعني نفس الطريقة عملوا بها وركزوا على هذه الطريقة بتنفيذ الأخطاء، وكانت فعالة. في المرة الأولى تم رفض الهدف بحكم تسلل اللاعب سايس، لكن في المرة الثانية سايس لم يكن متسلل واحتسب الهدف. وبالتالي من بعد المنتخب الوطني عمل على إغلاق المنافذ، حيث غير من خطته وأصبح يلعب بدفاع ثلاثي في المحور الدفاع، بإضافة جواد يميق إلى ثلاثي الدفاع، وتحويل اللاعب نايف أقرد إلى الجهة اليسرى، وجعل اللاعب سايس كليبرو.
في وسط الدفاع المحوري. هذا جاء بعد أن تم إضافة لاعب ثاني اللي هو لوكاكو، المعروف بالكرات الرأسية، لكن لم تكن مجدية. جميع الكرات الطويلة كان يتصدى الدفاع المغربي، وسير المقابلة حتى تمكن من اصطياد هجمة مرتدة كانت سريعة، وبمجهود فردي كبير للاعب زياش أبان عن علو كعبه، واستطاع من كرة ميتة أن يهدي اللاعب أبو خلال تمريرة حاسمة جعلته يضيف الهدف الثاني للمنتخب الوطني، وبالتالي تحقيق 3 نقاط ثمينة تضاف إلى النقطة المحصل عليها في اللقاء الأول، وبالتالي المغرب أصبح ب4 نقاط على بعد خطوة من التأهل إلى الدور القادم. على العموم كانت مباراة ممتعة إيجابية، خصوصا من الناحية التكتيكية. المنتخب المغربي أضحى يلعب كرة شبه أوروبية، يعني لم يعد يعتمد على المهارات واللعب الاستعراضي، وفي الأخير يتحصل على الخسارة. أصبح يلعب بشكل المطلوب، وهذه كرة القدم الحديثة. كما لاحظنا المنتخب الفرنسي فاز بكأس العالم الأخيرة سنة 2018 بنفس الطريقة، يركن إلى الدفاع ويعتمد على الهجمات المرتدة. وهذا ستايل من اللعب هو حاليا هو الأكثر جدوى في حصد الانتصارات وحصد الألقاب. على العموم بالنسبة لأداء اللاعبين فممكن أن نقيم لاعب بلاعب. يعني ننطلق بحراسة المرمى، الحارس منير محمدي الذي دخل كرسمي في آخر لحظات قبل انطلاق المقابلة، بعد شعور الحارس بونو بدوار. طلب من المدرب أن يشرك المحمدي بدلا منه، والمحمدي كما العادة بديل جاهز عندما يحتاجون المنتخب يجده في الوقت المناسب، على غرار المقابلة الإقصائية أمام كونغو الديمقراطية، حيث دخل كبديل لبونو وقبل البلاء الحسن. في هذه المباراة كان أحد أفضل اللاعبين، لم يكن أفضلهم، فقد تحصل على أعلى مقياس في المقابلة اللي هو 8/10. تصدى لكرات عديدة، ودخل في المباراة مباشرة بعد تصدي لكرة باتشوي، وتصدى لكرات عديدة، وكان نعم السند للمنتخب الوطني. بالنسبة للظهير الأيمن أشرف حكيمي، كما العادة الأدوار التي طلبت منه نفذها على أكمل وجه. كان مطالب بغلق المساحة أمام هازارد الأصغر، حيث عمل على عدم تركه ينسل من الجهة اليمنى بمساعدة زياش. بالنسبة للمزراوي كذلك لم تطلب منه أدوار هجومية أكثر، بل طلب منه أن يبقى في الدفاع، لا يغامر كثيرا، وسد وإغلاق المنفذ الأيسر. محور دفاع قبل البلاء الحسن، لا سايس ولا اللاعب نايف أجرد، يعني العلامة الكاملة. جميع الكرات العالية والثنائيات الالتحامات الضربات الثابتة كانوا دائما في التغطية، كانوا جيدين في المباراة. بالنسبة لأمرابط على غرار المباراة الأولى قام بدوره على أكمل وجه، كان يعني لاعب جيد، أغلق المساحات أمام هازارد. كان مكلف بحراسته في بعض فترات المقابلة، خصوصا عندما يقترب من مربع العمليات، كان مكلف باللاعب أمرابط. أمام أمرابط أوناحي وأملاح لاعبا علامة استفهام كبيرة حولهما، نفس أخطاء المقابلة السابقة. يعني الكرة الثانية يخسرن الكرة الثانية بسهولة، لم يستطيع الفوز ولا بكرة ثانية. جميع الكرات خصوصا اللاعب أملاح، جميع استلامه للكرات لم يكن جيد، كان تحت الضغط يخسر الكرة. وناحي نفس الشكل، علامة استفهام، لم يستطع إخراج الكرة. بالنسبة للأجنحة زياش قام بمباراة كبيرة دفاعيا وهجوميا، كان نجم الفريق تقريبا. جميع العمليات الخطيرة كانت من جهة زياش، التمريرات العرضية كما العادة، المساندة الدفاعية، قام بدوره على أكمل وجه. بالنسبة لبوفال، بوفال إيطالي يلعب استعراضي اليوم، حتى أدوار الدفاع لم يقوم بها على أكمل وجه. في مرات كثيرة ترك مونيه يتقدم دون أن يقوم بالحراسة أمامه.
كرات كثيرة خرجت من يمين دفاع المنتخب البلجيكي دون تصدي بوفال للكرة، ولم يساند مزراوي بالشكل المطلوب. هجوميا أتيحت له فرصة واحدة، راوغ وسدد، أما الكرات كامل التي تحصل عليها كانت بعيدة، ولم يقم لم يقم بترجمتها إلى فرص سانحة. بالنسبة لنصيري، الدور المنوط به دائما يقوم به على أكمل وجه، الضغط على الحارس وعلى محور الدفاع، نفس العمل الذي قام به في المباراة الأولى قام به في هذه المباراة. لم تتح له فرص كثيرة، لم يتلقى عرضيات، تلقى تقريبا كرة واحدة، لم يحسن التعامل معها، فشل في ترويض الكرة. ولكن الدور المنوط به يقوم به على أكمل وجه، وهذه النوعية من اللاعبين محببة لدى المدربين. بالنسبة للبدلاء، اليوم وليد الركراكي كان ناجحا بشكل جيد في التغييرات، بحيث اللاعبين الذين أدخلهما الصابري أو أبو خلال هم من تمكن من تسجيل هدفين. الصابري لاعب جيد، احتمال أن يكون لاعب أساسي في المقابلة القادمة. أدواره في وسط الميدان جلية، سواء دفاعي أو هجومية، تسديد، الفوز بالكرات الثنائية، الخصائص التي لا تتوفر لا في أناحية ولا في أملاح تتوفر في الصابري. أبو خلال السرعة القتالية، لاعب جيد من ناحية الثنائيات، من ناحية السرعة، يعني في حالة الهجمات المرتدة ممكن أن يفيد المنتخب المغربي كثيرا. بالنسبة للاعب عبد الرزاق حمد الله، اليوم تحسن مستواه مقارنة بالمباراة الأولى، حتى دقائق اللعب كانت اليوم أكثر، لكن الجانب البدني يخونه. ينتظر كرات داخل مربع العمليات، وطريقة المنتخب المغربي لا تعتمد على هذا الشكل. نحن لا نقوم بالهجوم لاطاك بلاسي، المنتخب يقوم بالعرضيات الطويلة ويبني هجومات عن طريق المرتدات، وهذا الأسلوب لا يناسب حمد الله. حمد الله ينتظر كرات داخل مربع العمليات، وبالتالي يقوم بإرهاق نفسي بدنيا في انتظار كرات قد لا تأتي. بالنسبة للبديل الآخر جواد اليميق، فكان الدور ديالو أدى على أكمل وجه. دخوله كان للتصدي للكرة الطويلة بعدما أصبح يلعب منتخب البلجيكي برأس حربة، وتكفل بحراسة لوكاكو القوي من ناحية الرأسيات، قام بدوره على أكمل وجه. بالنسبة لعطية الله، لاعب ممتاز، لم يظهر أنه لاعب يعني أقل من لاعبي المحترفين، خصوصا أنه لاعب من البطولة الوطنية، لكن لا نلاحظ أن هناك أي أدنى فرق بينه وبين اللاعبين، بل أبان عن قتالية عالية، وقام بأدواره على أكمل وجه، يساند دفاعيا وهجوميا، وهو متحصل على خطأ الذي جاء منه الهدف. على العموم المنتخب المغربي تمكن من حصد 3 نقاط ثمينة، قد تجعله على بعد خطوة من التأهل التاريخي إلى الدور الثاني بعد التأهل السابق الذي كان سنة 86. نتمنى التوفيق للنخبة الوطنية. طريقة وليد الركراكي قد لا تعجب البعض، لكنها فعالة وتأتي بالنتائج. نتمنى أن يتلقى المساندة والدعم اللازمين. إذن كل هذا كان متعلق بتحليل أداء المنتخب الوطني في مباراته أمام بلجيكا. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة، ومع السلامة.